اهلا بيكم النهارده فيديو جديد من النباتات الطبيه. في الحلقه دي احنا هنتكلم على مجموعه كبيره من النباتات الطبيه، اكتر من 25 نبات بيهدوا مشاكل او بيقللوا مشاكل القولون العصبي. بس في الاول هنتكلم عن اسباب واعراض القولون العصبي. اول حاجه اعراض القولون العصبي اللي هو الاي بي اس، هو اضطراب وظيفي مزمن في الامعاء الغليظه، واعراضه بتختلف من شخص للتاني، لكن في شويه اعراض مشتركه. بيبقى في وجع في البطن بيزيد بعد الأكل، وفي حالات التوتر بيحصل انتفاخ وغازات بعد الأكل بالذات، ودي من أكتر الحاجات اللي بتضايق المرضى. بيحصل إسهال أو إمساك مزمن أو الاتنين مع بعض في أوقات مختلفة. بيحصل تقلصات في الأمعاء بتسبب عدم راحة أو توتر مستمر أو ألم. ثانيا، طب إيه الأسباب المحتملة أو إيه اللي بيؤدي للقولون العصبي ده؟ ممكن يكون حصل خلل في حركة الأمعاء بيؤدي للانقباضات اللي بتسبب اضطراب في الهضم. وممكن برضو التوتر والضغط النفسي، عشان كده القولون اسمه القولون العصبي، لأن ده كمان بيزود الأعراض جدا. في كمان بيحصل خلل في الإشارات العصبية بين الدماغ والجهاز الهضمي، فبيأثر على الحساسية للألم وحركة الأمعاء. في سبب مهم برضو نوعية الأكل. بعض الأطعمة زي الدهون والبقوليات والكافيين بتزود الأعراض. طيب إحنا دلوقتي بقى هنتكلم عن النباتات اللي بتساعد في تهدئة القولون العصبي وتخفيف الأعراض، لكن كحاجة أساسية هي مش بتغني عن العلاج، لازم في علاج، لكن هي بتستخدم كمكمل طبيعي بتساعد في تخفيف الأعراض، يعني بناخدها مع العلاج وبتقوي بسرعة إن الواحد يخف ويبقى كويس. طيب النباتات الطبية دي زي إيه؟ أول حاجة النعناع ده حاجة مهمة جدا في القولون العصبي، بيهدي التقلصات، بيقلل الانتفاخ، خصوصا لو هتاخده كمشروب دافي بعد الأكل. طيب برضو في اليانسون مريح للأمعاء ومضاد للتشنجات وبيساعد في الاسترخاء. عندنا الزنجبيل بيحسن الهضم وبيقلل الغثيان وبيهدي المعدة. في البابونج، ده مهدئ عام وبيقلل التوتر اللي ممكن بيزود من أعراض القولون. في الشمر بيقلل الغازات وبيساعد في تهدئة تقلصات البطن. في الكراوية بتساعد في طرد الغازات وتهدئة المعدة. في الحلبة بتساعد في تنظيم حركة الأمعاء خصوصا في حالات الإمساك، بس عشان ناخد فايدتها لازم تتغلي 10 دقايق على الأقل. عندنا كمان الشبت بيعمل على تقليل التقلصات والمغص، الحد من الغازات والانتفاخ، بيعزز الهضم. الشبت معروف بقدرته على تحسين عملية الهضم. عندنا كمان اللافندر، ده مهدئ للأعصاب وبيقلل التوتر اللي بيأثر على القولون. في كمان الكركم مضاد قوي للالتهابات، في مادة الكركمين، وده بتقلل من الالتهاب في جدار الأمعاء. كمان بيساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي، بيحسن حركة الأمعاء، ممكن يساعد في تنظيم حركة القولون وتقليل الإسهال أو الإمساك. في قشر الرمان، وده غني بمضادات الأكسدة اللي بتقلل الالتهاب في جدار القولون. قشر الرمان بيساعد كمان في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء وبيستخدم في حالات الإسهال. عندنا الكمون بيقلل الانتفاخ والغازات، وده من أكتر الأعراض القولون العصبي إزعاجا، بيساعد في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. في القرنفل مضاد قوي للالتهاب والميكروبات وبيساعد على تقليل التقلصات والغازات، لكن بنستخدمه باعتدال عشان ما يسببش تهيج المعدة. عندنا البقدونس معروف ان هو مضر للبول ومنظم طبيعي، بيساعد الجسم على التخلص من السموم وبيساعد في تحسين حركة الأمعاء وتنظيم الإخراج، بيقلل الغازات وبيريح المعدة. الليمون بينشط الهضم، الليمون بيحفز إفراز العصارات الهضمية، وده بيساعد في تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ. لكن لو حد عنده حموضة أو ارتجاع من الريق المفروض ما ياخدوش، يفضل تقليل استخدامه لأنه بيزود أعراضها. طيب عندنا الخروب غني بالألياف، بيساعد في تنظيم حركة الأمعاء، وده مفيد في حالات الإمساك أو الإسهال. كمان بيحتوي على مضادات أكسدة اللي بتقلل الالتهاب في جدار القولون. عندنا بقى الكركديه بيساعد في تهدئة المعدة وتخفيف التقلصات خصوصا في وقت التوتر. عندنا كمان الأناناس بيحتوي على إنزيم البروميلين اللي بيساعد في تكسير البروتينات وتحسين الهضم وتخفيف بعض أعراض القولون العصبي. التوت البري بيحتوي عصير التوت البري على مادة السالسيليت اللي بتقلل نسبة البكتيريا الضارة الموجودة في الأمعاء زي بكتيريا الإيكولاي، ودي بكتيريا بتبقى موجودة بنسبة كبيرة جدا في الأشخاص المصابين بالقولون العصبي. كمان بتزود من وجود البكتيريا المعوية اللي بتساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، عشان كده عصير التوت من أفضل عصير مهدئ للقولون. عصير الأفوكاتو ضمن أفضل مشروبات لتهدئة القولون العصبي،
لأنه بيحتوي على الألياف اللي بتسهل عملية الهضم وبتساعد على الإحساس بالشبع وتحسين أعراض القولون. الشعير، الشعير بيعمل على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، كمان بيساعد على الوقاية من العديد من الأمراض زي القولون العصبي، التهاب القولون التقرحي، الوقاية من سرطان القولون والمستقيم. القرفة، القرفة بتساعد في تهدئة الانتفاخ وتقليل الالتهابات. السدر ليه تأثير مهدئ للهضم وللجهاز العصبي وبيساعد على الاسترخاء. الزعتر، الزعتر بيحسن الهضم، بيقتل البكتيريا المسببة للغازات، كمان بيريح القولون العصبي الناتج عن عدوى بسيطة أو أكل ملوث. جذور العرقسوس، جذور العرقسوس مفيدة للي عندهم تهيج في القولون بس ممنوع للناس اللي ضغطهم عالي. كده الشيح مضاد للالتهابات وبيقلل الالتهاب في جدار الأمعاء وده مفيد جدا لمرضى القولون. كمان مضاد للطفيليات والبكتيريا بيساعد في تنظيف الجهاز الهضمي من الميكروبات اللي بتزود الأعراض. آخر نبات معايا هو الصبار. الصبار أو الألوفيرا بيحسن حركة الأمعاء. عصير الصبار ملين طبيعي وده مفيد في حالات الإمساك، مضاد للالتهابات، بيقلل التهيج في جدار القولون ومهدئ للهضم. وبكده نبقى خلصنا النباتات الطبية اللي بتساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي، وإن شاء الله هعمل لكم فيديو تاني عن الوصفات اللي بتخفف كل أعراض القولون العصبي وإزاي بنعمل ميكس بين النباتات ديت، وهكلمكم كمان عن نظام الفود ماب اللي خاص بالقولون العصبي، ده نظام عالمي هكلمكم عنه في حلقة في فيديو تاني إن شاء الله. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ياريت تعملي لايك وشير. سلام.